استمعوا الآن ما يقوله الفوزان، استمعوا جيدا. حكم الفوزان على من لا يقسم التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا نداء وتنبيه للناس الطيبين العقلاء لما زال يعتقد حقيقة ما قيل لهم من أن تقسيم التوحيد ما هو إلا مجرد مصطلح اختاره الحنابلة، وأنه اخترع فقط لتسهيل تعليم التوحيد. وأنا كنت أقول لكم هذا كلام باطل، لأن تقسيم التوحيد ليس مجرد مصطلح. استمعوا الآن ما يقوله الفوزان، استمعوا جيدا. حكم الفوزان على من لا يقسم التوحيد، وبعد ذلك نتحدث إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك من يقول إن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من السنة، وأن هذا التقسيم هو من اختراع كذا قال من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يسبقه لذلك أحد. نرجو منكم الإجابة مع الدليل. هذا كلام ملحد والعياذ بالله، كلام إنسان ملحد، ليس ما فيه مسلم يقول الكلام هذا، مسلم عاقل يقول الكلام لا أبدا، هذا ملحد صنديق والعياذ بالله. الآن سمعتم هو يحكم بكفر وبردة وبإلحاد، يقول ملحد الذي لا يقسم هذا التوحيد المبتدع فهو ملحد. توحيد لم يأتي في كتاب الله، توحيد لم يأتي تقسيمه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد لم يعرفه الصحابة. 8 قرون من المسلمين لا يسمعون أصلا بهذا التقسيم، ورغم ذلك يحكم بإلحاد يخرج من الإسلام الذي لا يقسم هذا التوحيد. هل علمتم اليوم من أين جاء التكفير؟ هل علمتم اليوم لماذا ذبح أفراد الجيش الوطني الشعبي؟ هل علمتم اليوم الذيب الجيعان؟ تبعوني جيدا، روحوا بحثوا شكون هو الذيب الجيعان. الذيب الجيعان لما قبض الأستاذات في سيدي بالعباس وبدأ يذبح، ذبح الأستاذات 11 أستاذة ذبحت. على أي أساس كان يذبح الأستاذات؟ الأستاذات لا شك كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله، كانوا يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولكن الحشوي الذي يقسم التوحيد يعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تعصم دمك، لا تعصم دمك، لأن ولو هن ينطقن بالشهادة لكن لا يقسمن التوحيد. الحشوي لما كان يذبح الجندي والجندي مسلم، لماذا يذبحه؟ لأنه لا يقسم التوحيد. الحشوي لما كان يذبح الإمام 750 إمام، أكو تسمعوا 750 إمام ذبحوا ذبح النعاج. هذاك الإمام كان مسلما، كان ينطق بالشهادة في الإسلام، يعصم دمه لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هو عند الحشوي ملحد. أكو سمعتوا الفتوى؟ ملحد، ولذلك كان يذبحه رغم أنه ينطق بالشهادة، لأن الشهادة لم تعد تعصم دمه. فهمتوها من أين جاء التكفير؟ أما لا الجماعة اللي داخلين على الشعب يرقدوا فيه، يقولوا له مجرد مصطلح، مجرد للتعليم فقط، عادي جدا، كما قسمنا الوضوء، كما قسمنا أحكام الصلاة، كما القراءات. لا أبدا. أكو سمعتم الذي يرفض تقسيم التوحيد ويوحد الله على ما كان عليه السلف من عدم تقسيم التوحيد فهو عندهم ملحد. إن شاء الله تكونوا انتبهتوا وتكونوا فطنتم وتفهموا أن الجزائر تتعرض إلى احتلال عقائدي وإلى تهويد عقول الناس، فكونوا على حذر من هذا التقسيم المبتدع. ولا زلت أتحدى أيما إنسان عنده آية قرآنية تقسم التوحيد يقرأها لنا.
أيما حشوي عنده حديث يقسم التوحيد يقرأه لنا، أيما حشوي عنده كلمة واحدة من صحابي واحد تقسم التوحيد يذكره لنا. إذا ما عندكم والو فهذه بدعة، عليكم أن تتخلوا عنها ودعكم من خداع الناس وقولكم أنها مجرد تقسيم اصطلاحي لتعليم التوحيد. هو تقسيم اصطلاحي لتخريب التوحيد ولتكفير الناس. السلام عليكم.